أنا لاحظت في الأواني الأخيرة هذا الجولاني يا أخوان، هذا الجولاني سمعت في فيديو إيش بقول: بعد دمشق طريقنا إلى دمشق، وبعد دمشق طريقنا إلى غزة. أنت هلقيت استوليت على دمشق، لكن لحتى الآن ما شفناك توجهت إلى غزة ولا حتى صرحت تصريح نصرة لغزة. حابب أوجه لك رسالة من قلب شمال غزة للجولاني هذه وكل من بنشد على إيده. بدي أقول لك كلمة: كتير شفنا ناس من قبلك بقولوا طريقنا إلى القدس وطريقنا إلى غزة، طريقنا لنصرة غزة، راح ننتصر أهل غزة وراح نقف وإحنا بنعد العدة عشان ننصر أهل غزة. حابب أقول كلمة للجولاني: الكلام اللي سمعناه منك ما نفذته عرض الواقع. والله العظيم شفنا أمثالك ناس كتير، ولكن مع الأسف الشديد ما حد نفذ. وغزة اليوم تركت لوحدها. كل واحد بده يصل على كرسي ويحكم مكان بيجي بنصر غزة. كل واحد بده يحقق هدف دنيوي وشخصي بيجي بقول أنا طريقي إلى غزة. بكفي تنافقوا علينا، اتعبنا. ما حدش يجيب غزة، ما حدش يجيب سيرة غزة، ما حدش يجي يقول إحنا بدنا ننصر غزة. كل واحد بده يحقق مبتغى وهدف معين بيجي بقول طريقنا إلى غزة. بكفي كذب، تعبنا. بكفي نفاق، بكفي. اتعودنا على الكلام الكذاب. كل واحد عنده هدف معين. غزة تعبنا، احنا كأهل غزة تعبنا لأنه طرقنا لوحدنا. احنا هلقيت ما إلنا غير الله سبحانه وتعالى. حابب أقول بس لأهل غزة: والله العظيم ربنا ورجانا هذا الأمر بعينينا وخذلان العالم إلنا. وكل واحد كان يسمعنا شعارات إنه بده ينصر غزة. إحنا بس ربنا ورجانا هذا الأمر حتى ربنا يورجينا ويبين لنا إنه ما راح حد ينصرنا، أو ما حد راح ينصرنا غير الله سبحانه وتعالى. فلا ناصر لكم يا أهل غزة إلا الله سبحانه وتعالى. فلا ناصر لكم يا أهل غزة إلا الله سبحانه وتعالى. سمعنا كثير من الشعارات والكلمات، وللأسف الشديد كلهم كاذبين وظالمين. كلهم كان عندهم أهداف شخصية ودنيوية وأخذوها. ولهيك الجولاني نفس الشيء. انت يا جولاني قبل هيك غدرت في ناس كتير، وكل يوم وانت عامل مسمى جديد. وانت والله العظيم رجل مصير، رجل مصير. شفت علماء السلاطين، انت رجل مصير. انا يا اهل سوريا ما تزعلوا من كلامي، لكن هذا الكلام راح تيجوا يوم من الايام وقريبا حتيجوا تقولوا في شاب من غزة، اخ من اهل غزة تكلم عن هذا الكلام وحكى عن هذا الكلام. احنا بالنسبة لي، انا بالنسبة لي شفت حقيقته من اول يوم، ولكن هذا الامر راح تشوفوه على ارض الواقع في الاسابيع او الاشهر القادمة، لانه وجهه الحقيقي امامكم راح يبين في الايام القادمة، من المعاملة اللي راح تتغير والمصالح اللي ما راح تتعلق في اهل سوريا. احنا تعودنا على اهل سوريا اهل الرجولة واهل النخوة، عشان هيك انتم ما راح تقبلوا انه هذا الراجل يمشي على مصالحه الشخصية. راح تشوفوها بعينكم. ما راح نوضح كثير، ولكن لندع الأيام تتحدث عن نفسها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.